عارين في فريق جمعية شلف في هذه المباراة، دعوات وكذلك حالة تأهب من كرة لجمعية شلف، انطلاقة من ياسين عليان، كرة لإبرة فالعم، فرصة الهدف الأول، ولكن الحارس والدفاع حرم لايسو من الاحتفاظ باللقب. وهنا أكبانيو إبرة في كرة لجمعية شلف، في كرة هدف التسديدة، ولكن في الدفاع. حتى التعليمات تتغير بالنسبة للمدربين في مباريات الكاس. هنا كرة لفريق اتحاد بسكرة، حكم المباراة ماذا يقول؟ هل أعلنها ركلة جزاء لاتحاد بسكرة في هذه المباراة؟ فهل سيأتي الهدف أم أن علوشيش سيتصدى للكرة؟ هنا بوكاروم يفتتح مجال التهديف، يسجل الهدف الأول للضيوف. فرحي يلعب كرة في العمق مع بورديم، محاولة التسديد، المراوغة من بورديم، التصدي والرأسية والهدف، هدف التعادل. ولكن الراية تلغي فرحة الهدف، كانت ممتازة المحاولة من بورديم. هل ستكون يسارية من بورديم مباشرة فعلا من بورديم، التسديدة وكرة التعادل تضيع. هنا تأتي العرضية في القائم الأول، الرأسية المتابعة، ولكن كرة راحت. أو حكم المباراة ماذا يقول؟ 5 متر و50 لاتحاد بسكرة لجمعية شلف. الانطلاقة من جوبة، المراوغة لزيناسني، كرة تروح جهة اليسار مع شمس الدين الساغ، بيمناه يحط التوزيعة لإفرا، التسديدة بيسراه، ولكن في المكان المناسب. ملعوبة لاتحاد بسكرة مع بالي، الانطلاقة من زغنون، يلعب على الجهة اليسرى مع صيام، كرة لفريق اتحاد بسكرة من أجل ثاني الأهداف للاتحاد. هل يأتي الهدف الثاني؟ جول. يلعبها على الجهة اليسرى مع عليان، الانطلاقة عليان في آخر المحاولات، يلعبها في منطقة الجزاء، البحث عن الهدف الأول لجمعية شلف. جوبة عقيب يتمكن من تقليص النتيجة. جول للايسو. الشلفاوة أخيرا يحركون الشباك، يقلصون النتيجة عن طريق جوبة عقيب. هدف التعادل في النهائي أمام شباب بلوزداد، وكثيرا ما سجل أهداف حاسمة، وهنا تمريرة ستكون حاسمة بالفعل، حاسمة. هدف التعادل لجمعية شرف في وقت الحديث عن دخول توفيق عدادي. يأتي الجواب من إبرة أكبانيو، يجيب التعادل، يعيد التكافؤ. جول لفريق جمعية شرف عن طريق إبرة أكبانيو. بورديم المباراة زكريا حدوش أم ضياء الدين بن يحيى، تنفذ الكرة الصعبة على القائم، كرة على القائم كادت أن تأتي بالثالث الأهداف. فعلا حكم المباراة يعلن هنا عن نهاية المباراة. شباك يضعها حمودي في أول ركلة، كرة في الشباك. الفتى الذي سيحرس مرماه ويحرس معه، وهنا يتصدى أسامة ملالة فعلا. علوشيش، كرة والهدف لاتحاد بسكرة. يتدارك، هل يعوض ركلة توفيق عدادي؟ التسديدة راح معها أسامة ملالة، ولكن استقرت في الشباك. بالتخوف والأعصاب، كرة بيسراه يحطها في الشباك. في ركلة ثالثة لجمعية شلف، حمرة يتقدم ويحط الكرة في الشبكة، تعطي دفع نفسي كبير لفريق اتحاد بسكرة إن سجلت هذه الركلة. علوشيش في الجهة المقابلة، وكرة في الشباك فريق جمعية شلف. هل يتمكن من وضعها في الشباك؟ وكرة في الشباك، كرة العبور والمرور في الشباك، كرة من اتحاد بسكرة، وفعلا التأهل لاتحاد بسكرة رغم المعاناة، إلا أن ختامها كان مسك.